على كل مشاهدي كار لايف قناة القاهرة 24. معاكم محمد رمادي، ومعانا المستشار مرتضى منصور اللي مشرفنا دايما على القاهرة 24. هيتكلم عن موضوع التصالح بينه وبين كابتن محمود الخطيب، وهيتكلم عن قصة الخلاف أو المشادة بين ياسمين صبري ومحمد رمضان، وهيتكلم عن مجموعة من الأشياء. اتفضل يا معالي المستشار، برحب بيك. بسم الله الرحمن الرحيم، وكل سنة وانتم طيبين، وليلة القدر قربت إن شاء الله. بكرة وتري ونفوت لغاية ما إن شاء الله. كل سنة وحضرتك بخير، ونقدر كلنا لبلدنا مصر إن شاء الله، ربنا يوفقنا. شوف، أولا الإنسان لما بيجيله نوع من الإيمان والتسامح، زي في ناس بيركبها جن، يعني عفريت كده مركبها عايز يتخانق مع جدبان وشه. فأنا بدأت بال بس زي ما قلت ثانية. طيب خليك مع ثانية. اتفضل يا معالي المستشار. يمكن بدأت بالأخ شوبير، وانا بيمشي ده كان في سحور القاهرة 24. كانت البدايه يعني. وانا عايز اشكر بس محمود مملوك مش بجامله، لانه يمكن متبني قضايا كتيره معايا وربنا موفقه فيها، لكن هي بدات بالسحور. كان هو الاخ احمد شوبير، وعايز يعني اقول لبعض اللي مضايقين، وانت متضايق من ايه؟ يعني انا بصراحه مندهش. اتخانق، ده بلطجي، ده مجرم، ده بياكل الناس. طيب اصطلح، يا ده حد قال له، جات له امر من فوق. يا ابني جات لي امر من ربنا ونعم بالله والله العظيم. كنت انا قاعد يعني فعلا انا كنت موجود وحاضر. يعني، وكان قاعد جنبي الاخ احمد، اسمه احمد مين اللي كان قاعد جنبي؟ اللي هو الناقد الرياضي ده. احمد درويش ولا درويش، المهم يعني. تمام. وايهاب الفولي طبعا. فهو السؤال يعني، انا طبعا ما عادش بيهمني الكلام ده نهائي يعني. ده بس مباشر هتلاقي ايه على طول 3 4 دخلوا. لا الناس كلها والله يعني عايز اقول لك معانا. ما تقاطعنيش. طيب وسيبني اكمل جمله. انا بقول لك الناس بتشكرك. ده محمد الرمادي يا جماعه عشان انا بتشوفوه. انا بحبك والله. 24. المهم يعني يلا خلاص، عشان عندي لقاء مع اخويا سامي عبد الراضي دلوقتي. اتفضل. معاه مجموعه من على راسنا كل الناس والله يا معلم. فالمهم يعني، فده شوبير، وبعدين مدحت العدل، وبعدين كريم حسن شحاته، يعني ناس كتير جدا جدا. تمام. وبعدين انا فكرت، طيب هو طبعا كان في ناس كبار اتدخلوا تمام على مدار السنتين اللي فاتوا علشان يحصل الصلح لظروف معينه ما حصلتش. يعني كان في طلبات لاخونا الكابتن محمود الخطيب، وانا رفضت اعملها. تمام. اللي هو حسين لبيب عملها بعد كده. فانا اولا بشكره جدا، ودي فرصه برضو ان انا اتكلم عن زوجته المحترمه الدكتوره، لانه هي البدايه لما شفت بكائها يوم ما اعلن مرضه، يعني هزتنا، اعتقد هزتنا اي حد عنده قلب يعني. وبعدين الحاجه زوجتي قالت لي لا ده كده محمود او كابتن محمود. على فكره كابتن محمود ده حضر فرح امير واحمد واميره. تمام. فانا عملت له بوست الاول كده ان انا بني خصومات، ودعيت له فعلا يعني. تمام. فدلوقتي انا يعني كل شويه كده يجي لي واحد اقول طب ده ليه؟ عشان مين؟ وخدت درس. اوعى تتخانق مع حد عشان حد. واخد بالك يا اللي بالي بالك؟ يا اللي بالي بالك، اوعى تتخانق مع حد عشان حد. هو مين اللي رفع قضيه عزل عليها في نادي الزمالك؟ مين؟ بتوع الزمالك، الواد عبد الله جورج والواد هاني شكري. واخد بالك؟ وهم دول، خلي بالك. وانا دايما بطلع، انا عضو في النادي الاهلي من 74 لما اتخرجت وكيل نيابه، واللي عملها لنا طبعا المستشار الجليل عبد المجيد محمود، لانه كان بينزل انتخابات، كان رئيس نيابه امن الدوله، وكل الخريجين في النيابه يعني بيشتغلوا وكلاء نيابه بيعملوا لهم عضويات في النادي الاهلي. وانا عضويتي مستمره لغايه دلوقتي، لانه كان حسن حمدي شطبني، ولما شطبني ممدوح عباس شطبني عشان حسن حمدي شطبني، ورفعت قضيه للمستشار محمد قشطه رجع لي العضويه هنا وهنا. تمام. ما حدش يتخانق مع حد عشان حد. فالمبادره دي بصراحه كانت مبادره عشان نخلص القضايا في الاول.
فقلت لهم لا انا مش هعمل ده واتحبس ما عندي، قلت بس فعلا ما عنديش مشكله وكده فرصه عشان نشوف الراجل بتاع الشيف البلجيكي. ومن اول جهه طلعت انا راجل يعني ما عندي قوه ايمان جامده، وقضيت شهر في السجن عادي ما عنديش مشكله وبنسى كمان. فاللي حصل بالظبط انه ابو محمد الجرحي بقى كان اتدخل قبل كده، الحاج جمال، تمام، وانا المحامي بتاعه وفشل. تمام، فريق كامل وزير اتدخل وفشل. تمام، فانا احمد وامير قاعدين معايا لقيتهم اصحاب محمد. فقلت له انا انا يعني عايز انهي كل الخلافات، مش عشان حاجه، ما انا حتى باين لوجه الله، لا عشان يا عمي. طب ليه؟ ما هو احنا هنقعد في معركه ليه؟ واخد بالك؟ المعركه مستمره بقى لها 8 سنين. فقلت لهم انا زي ما اصطلحت مع كل المجموعه اللي فاتت دي، انا خلاص عندي نيه اصطلح مع كابتن الخطيب، وبدا انا بدعي له فعلا ان ربنا يشفيه ويعافيه. فدخل في الخط مين بقى؟ محمد الجاح. هم قالوا له من ورايا محمد بقى سعود الحاج جمال. تمام. ف اولا انا البيان ده انا اللي عامله بارادتي، محدش يتدخل فيه. واعتقد البيان اللي النادي الاهلي نزله اعتقد مكتوب محمد الجرحي هو اللي كاتبه على ما اعتقد يعني. بيان محترم. يعني يا باشا انت بقى الاحترام والتقدير بالظبط. وبعدين خلصنا مشكله محمد عثمان. محمد عثمان ده كان صاحبي من 30 سنه اصلا، ومنه الله عديله بقى هو اللي وقع بينا، واخد بالك؟ لكن في النهايه انا سعيد ومستريح. وناس بتقول لي طيب في امل ممدوح عباس ولبيب؟ لا، اللي داس على صورتي واسمي بالجزمه لا، ده لا تصالح. هو الخطيب داس على اسمي وصورتي بالجزمه، هو الراجل شاف ان هو مضروب لجأ للقضاء. القضاء انصافه مره وانصفني مره وانصافه مره يعني انا خدت برضو مجموعه براءات كتيره يعني، لكن في النهايه هو ما داس على صورتي بالجزمه ولا جمهوره عمل ده. وانا بقى بحترم جمهور الزمالك المحترم بقى اللي هو بالملايين برضو انه واقف ورايا، بس لا يعني بيقول لك ما باليد حيله، مش عارف يعمل ايه يعني. هو عاجز امام هذا الاخفاق وهذا القرف اللي شايفينه في النادي. اعضاء جمعيه عموميه والدوله عارفه مرتضى منصور لو نزل اي انتخابات زمالك او دايرتي هيكتسح الانتخابات. ده حقيقي. فانا الحمد لله قفلنا الصفحه دي. و على فكره انا قلت قبل كده لو كابتن محمود الخطيب دعاني اروح وانا رئيس نادي قبل ما يعزلوني، قبل ما يعزلوني يا محمد، مش محمد انت، محمد هو واخد باله. تمام، هروح وانا بعزمه يجي. وبعدين اللجان بتاعت حسين لبيب ممدوح، الشله الضايعه دي ضايعه، شله ضايعه يعني، ربنا يكون في عونهم. اللي دلوقتي عماله تهاجم وبتقول لك طب صالح ممدوح عباس ولبيب. هو انتوا مش كنتوا فرحانين لما انا اتحبست؟ وانتوا مش كنتوا بتقولوا هو اللي جايبه لنفسه؟ هو انا خناقتي مع محمود الخطيب عشان مين؟ عشان اتنين، والاتنين خذلوني. خد بالك، مش عايز اقول اسماء دلوقتي عشان ايه، مش عايزين نقفل صفحه ونفتح صفحه. لكن في النهايه بشكر كل اللي اتدخلوا قبل كده وفشلوا. واللجان دي عايز اقول لهم انتوا زعلانين محمود الخطيب، امال مين فرش له السجاده الحمراء وغرام الكهرباء خدها بدل ما ياخد 200 مليون خد 70 وبالتقسيط؟ مين يشال ضيافه نادي القرن؟ وانتوا زعلانين ولا مش زعلانين؟ فانا بشكر جماهير الزمالك المحترمه وبشكر جماهير الاهلي اللي انا تابعتها على الصفحات، شيء زي الزمالك والاهلي شيء محترم. وبعدين خلي بالك انا كان نص مصر تقريبا كرهاني من غير ما اعمل حاجه. ليه؟ بمجرد ان انا رئيس الزمالك والاهلي طبعا ده جمهور اهلي، مجرد انك رئيس الزمالك اللي هو نادي منى بيكرهك. نفس القصه ممكن تكون نص مصر كاره محمود الخطيب، واخد بالك؟ لكن هو في النهايه البلد من غير ما يجي لي توجيه والله ولا حد يقدر يقول لي حاجه، البلد مش محتاجه صراعات. ده حقيقي. واي حد بيحترم ويحب بلده ينهي الصراعات. فانا الحمد لله نهينا. انا عملت بيان محترم. واحد كان كاتب وقد اعتذر، لا انا ما اعتذرتش، مع احترامي طبعا، ليه؟ تقديري لمحمود الخطيب اكتر من الاعتذار. ليه؟ صح. واخد بالك؟ هو خلاص الراجل قفل الصفحه، وانا بقدره وبقدر مجلس ادارته وجماهيره. وانا قلت قبل كده مثل الاعلى 3 رؤساء نادي منهم كابتن صالح سليم. فالحمد لله انه يعني انتهت على خير يعني الحمد لله. طيب يعني في ناس كانت يمكن تختلف من فتره مع المستشار مرتضى منصور، بس دلوقتي الناس كلها يمكن
تجمع على المستشار مرتضى منصور وعلى حبه لبلده وعلى كل الحاجات اللي يمكن بيصرح بيها كل الناس. يعني انت على مدار يمكن شهرين حتى الان رائج وطالع ترند طول الوقت. انا مش عايز اقول لك دخل عليا لغايه دلوقتي على يعني بيدخل ب 12 مليون و14 مليون، وفي شهر دخل فيه 51 مليون. فده محبه بالناس، ده حقيقي. ومحبه الناس دي بتيجي من محبه ربنا. فالحمد لله انا كنت الحمد لله ابن وفي للاب والام الله يرحمه والحاج الله يرحمه. وانا قلت قبل كده بقول لكل الشباب دعوات الاب والام وهم عايشين بتنفعك بعد ما ماتوا. الحمد لله محبه. وبعدين عايز اعتذر، يعني احيانا لقطات كده مثلا واحده ست معديه بتسلم عليا انا ما اعرفهاش، بقول لهم مين دي؟ انا والله ما اقصد اهانه. فتصور الفيديو وطلع. انا ما اقصدش يعني. ايوه واخد بالك؟ فانا بعتذر لاي حد حس ان انا يعني تجاوزت معاه، وانا تلقائي يعني على طول على فكره برد فعل تلقائي. بعد المنشور ده مع المستشار هيتم طبعا توجيه من مكتب سيادتك لان هم يروحوا المحكمه؟ لا خلاص مع بعض. خلاص. انا دوري كان انتهى والخطيب اللي طيب. وكان في مكالمه مع اخويا الاستاذ محمد عثمان، هو وحيد ابن اختي وامير واحمد في المسائل القانونيه عضو الحمله ان شاء الله. طيب عايزين نتكلم او نروح لموضوع ياسمين صبري ومحمد رمضان. كان في مشاده حصلت ما بينهم، يمكن سيادتك تابعتها من خلال الفيديوهات. هي بتقول له جه بيسلم عليها، فهي بتقول له ازيك يا ابني، فهي قال لها ابنك مين انت مجنونه، ومن هنا بقى بدات. لا هو واضح ان محمد رمضان اتجنن. اولا دي زميلتك، ثانيا دي سيده محترمه ما سمعناش عنها حاجه، لا نفخت ولا شفطت ولا القرف اللي احنا شايفينه ده، ولما اتجوزت جوازات محترمه. تمام. انت بقى مين يا محمد؟ انت مين؟ على فكره انت اتنفخت ان الاسطوره واسد مش عارف انت يا ابني ولا حاجه، ولا حذرتك لما جيت لنادي الزمالك قلت لك يا محمد السكه اللي انت ماشي فيها دي نهايتها الدمار، انت بتدمر نفسك، انت وصلت مرحله منفوخ. انت بتعمل ايه كده؟ يعني ده انا شفته لابس بدله كلها ذهب. عارف يعني بدله كلها ذهب؟ ده كفر يا ابني. وجيب دولارات ترميها في الميه وبعدين تقعد دي العربيات. محمد اوعى تنسى ان وفاء منصور اختي ادتك في يوم من الايام 20 جنيه عشان تروح بالميكروباص. اوعى، الفقر مش عيب. انا راجل طالع من حواري شبرا ورود الفرج وبلدي ما شالوش مركز بيتغامر. تمام. واعتز بده، بس ما افتريش يا اخي. ده انا كنت رئيس نيابه ورئيس محكمه واخد جائزه الدوله وايه تاني وعضو برلمان من 25 سنه ورئيس نادي كبير من 20 سنه ومؤلف قانوني. لا ده كل ما اعمل حاجه مناخيري لازم تنزل. لكن انت عملت لها هي على فكره طلبتني بعد الاستاذ محمود كنت لسه طلبتني، وطبعا متاثره جدا، بنت محترمه مؤدبه، والدها ابوها دكتور محترم واخد بالك. عملت لك ايه؟ يعني ايه يا ابني؟ انا مش، انت معقد نفسيا يا ابني، ما تروح تتعالج يا ابني. انا اللي بقول لك روح اتعالج. وبعدين انت ناسي انت عندك شيزوفرينيا؟ ما انت عملت فيديو خليت الريس قال لك هو مين ده؟ لما تقول لي فين السلاح؟ فين الجيوش؟ سلاحنا هيصدي. ده انت اللي صديت، انت اللي صديت، لانك تاني يوم عملت عقد بملايين كوكاكولا. يلي كوكاكولا مش انت عملت العقد دون؟ وكوكولا دي مؤسسه مشروبات صهيونيه بتمول اسرائيل تقتل ولادنا. انت مع مين؟ هو انت بتاع جيوشنا اللي تحارب ولا بتاع الكوكاكولا؟ فانا بصراحه، وبعدين انا قلت المسابقه اللي عاملها دي حرام. ليه؟ مفيش حد يمشي يوزع فلوس في الشارع. استر على الناس. انت بترمي فلوس وتروح تعمل عشان تتصور، لكن انت راجل خير. اي جمعيه خيريه، اي مستشفى ما عدا الناس، لان صاحب مستشفى الناس ده ممدوح عباس اللي النهارده وامبارح ساعه ما اتكلمت على المستشفى بيعمل 200 300 اعلان للمستشفى. اول مره اشوف يا جماعه مستشفى اصحابها بيرقصوا. ما تتبرع يا يسرا، ما تتبرع يا سعاد، ما تتبرع يا اخويا استاذ نجيب، ما تتبرع يا بنت اللي بلانا بيكي الله يرحمه طلعت زكريا. ما تتبرعوا انت، ما تتبرع يا البنت التونسيه دي اسمها ايه؟ كلكم معاكم مليارات. وبعدين السيد رئيس الوزراء راح اتبرع ب 25 مليون جنيه للمستشفى. لا في مستشفيات تانية محتاجه.
وكل شويه يطلع لي شيخ يتكلم عن المستشفى. يا جماعه المستشفى دي مسروقه من الراجل بتاع النجف عصفور. طب حتى لو قلنا ان ده مثلا يكون عمل خيري يا باشا العمل الخيري ما يبقاش كده. ما يبقاش كده. ايه اللي بيعملوه ده؟ والراجل صاحب المستشفى عمال يرقص. انتوا بتتفرجوا؟ وبعدين انا ضد تجيب طفل مريض في اي مستشفى على الشاشه. انت بتهينه. ما تجيبش طفل مريض. انت يعني انت ازاي تجيبه على الشاشه الطفل دوت او الطفله دي؟ فبصراحه انا حزين ان دي تبقى مصر اللي بيهونوها كل يوم. اخيرا، هو احنا هنقعد نتحايل على نتنياهو يبطل ذبح ولادنا؟ هو احنا قلنا هو انتوا يعني كلتوا الطعم بتاع المجنون ده اللي اسمه ترامب انه اللي عايزين نهجره، فاحنا نقول لا مش هنهجره. تمام؟ هو اصلا القصه مش نهجرهم، القصه بطل ذبح فيهم. وانا مش ههجرهم هسيبهم لك عشان تقتلهم. وبعدين فين العالم؟ فين الامم المتحده؟ فين زفت الطين مجلس الامن ده؟ هما فين؟ يا راجل ده في اتفاقيه، هو اللي يعني اتفقوا المرحله الاولى كذا، هنبدا الثانيه كذا، قال لك مفيش ثانيه. والتخيني يا جماعه يا عالم العربي فوق. والله العظيم حساب ربنا شديد على كل طفل دلوقتي بيموت في غزه او في الضفه او في جنوب لبنان او في اليمن او في سوريا او في العراق. والقصه مش بعيد عننا. هم ياخدونا واحد شوف طول ما الاقيك ضعيف وعمال تقول لي بشجب برفض بستهجن، هو مكمل قتل ولادنا. يا جماعه يا امه الاسلام يا امه العرب فوقوا. بايدن مش هيجي الا بكلمه واحده: لو ما بطلتش ذبح في ولادنا. الاتحاد تاني ما بطلتش ذبح في ولادنا هندق تل ابيب بكره. ده كلب جبان. انما حرام حرام مشاهد لنا كل يوم بنشوفها دي. طيب قول لي حضرتك بعد ما يعني توصل الفنان انت لسه هوا بعد ما توصل ولا فصلت الهوا؟ لا والله زي ما انا بعد ما توصل الفنانه ياسمين صبري مع حضرتك، هل في اتخاذ اجراءات قانونيه ضد محمد رمضان؟ انا مش هتكلم في الموضوع ده خلاص. هي طلبتني عشان نعرف بس نعرف لا يا بيه هي طلبتني وانا هعمل ايه؟ بنت محترمه جدا جدا جدا. ولما تقول لك ازاي قالت له ازيك ايه؟ ازيك يا ابني. طب والله كويس ما قالكش ازيك يالا. يا اخي تنيل اقعد احمد بقى. احمد ربنا اداك كتير. خلي بالك اداك كتير. صون النعمه اللي ربنا مديها لك. الراجل الطيار موته والفلوس بتاعته دولارات رميتها في حمام السباحه. عيب عيب بجد. مهما عملت عمليات قشط وقحط وبحط وغيرت في شكلك، لا انت برضو كده. عيب يا محمد لم نفسك لانك يعني مزودها قوي. انت مزودها قوي. طب قول لي سيادتك الفترة اللي جاية ممكن يبقى يجمعك لقاء بين الكابتن محمود الخطيب؟ اي وقت ما عندي اي مناسبة. يعني في اي وقت ممكن؟ يا باشا حضر قلت لك افراح ولادي احمد وامير ما عنديش مشكلة. حابب حضرتك تضيف حاجة تانية؟ بدأت صفحة جديدة خلاص. طيب حابب تضيف حاجة تانية مع المستشار نختم بيها؟ عايز اقول للمصريين كل سنة وانتم طيبين. احتفال بكرة يبقى ليلة القدر ان شاء الله. ربنا يتقبل. وعايز اقول للرئيس السيسي انا مش بجامله. ربنا يكون في عونك بجد. الدنيا خربانة من الجنوب وخربانة من الغرب وخربانة من الشرق. ومجرم اسمه ترامب بيضغط بإجرام. فربنا يكون في عونك. وده الوقت اللي الشعب المصري كله انا مش بجامله. هو حبسني قبل كده يعني وعزلني كل ده فعلا. لكن بقول لازم الشعب المصري في الوقت ده يصطف كله معارضة وموالين مع بلدهم. بلدهم مين بيقودها دلوقتي؟ عبد الفتاح السيسي. انا بقول اهو دلوقتي مش وقت اي خلاف. مش وقت اي خلاف. الدنيا مولعه حوالينا بره. التاني مجنون مصمم يهجر الفلسطينيين في سيناء ودي هتعمل مشكله كبيره. وهم دلوقتي بيضغطوا على عبد الفتاح السيسي بقتل الولاد. خلي بالك. فربنا يكون في عونه. ولازم الشعب كله موالين ومعارضين يقفوا في ظهر بلدهم اللي هو بيقودها. وفي النهايه بقى عايز تتحاسب معاه معترض على مش عارف ايه معترض على ايه معترض على ايه. لكن ربنا يكون في عونه. شكرا لكل المستشار مرتضى منصور وكل مشاهدي القاهرة 24 في كل مكان.